فكان هناك التلفزيون بيسجل الزيارة، البابا بيقابل شيخ الأزهر، طبعا زيارة مهمة. فهو وقف وقال كلمة كويسة جدا وانصرف بتوع التلفزيون. فأول ما انصرفوا قال لي سيبك انت من الحاجات دي، قول لي آخر نكتة على اليهود. وقلتها له؟ وقلتها له. كانت ايه طيب؟ اسمعها. النكتة اللي هو انبسط بيها. كان اجتمع شيخ مسلم وقسيس مسيحي وراباي يهودي، وكل منهم اشترك في حديث حول ما تصله من أموال، كيف يفرق بين ما يخص شخصيا وبين ما يخص الله. فالمسلم قال أنا أمسك العملة في إيدي في وجه الصورة وفي وجه الآخر الكتابة، أيوة. وألقيها إلى فوق، فإذا وقعت على الصورة تبقى بتاعت ربنا، وقعت على الكتابة يبقى مكتوب لي إن أنا أخدها. والمسيحي قال أنا بعمل دايرتين جوه بعض وأرمي العملة لفوق، فإذا نزلت على الدائرة الداخلية تبقى بتاعتي، على النمقى الخارجية تبقى بتاعت ربنا. واليهودي قالوا له أنت بتعمل إيه؟ قال لهم أنا رجل سلمت نفسي لله تمام التسليم، ليست لي إرادة شخصية على الإطلاق. أنا أمسك العملة في يدي وأرميها إلى فوق وأقول لربنا خد اللي أنت عايزه منها وسيب لي الباقي.